الخوف من المجهول. بصراحة اكتشفت انه انا عندي الخوف من المجهول، واظن هذا الشيء ما في حدا بالحياة ما عنده هذا الخوف. ولكن انا هلأ ماني جاي لا شارك تجربة ولا احكي كلام تنظيري ولا اعطيكم نصايح، ولكن اكتشفت شغلة كتير مهمة حابة احكي فيها هلأ. احنا مثلا وقت بدنا ناخد قرار معين كبير بحياتنا بنفكر هل رح اندم، هل رح يصير كذا كذا. دايما انه بس بقعد بسأل حالي اسئلة، بحاول انه لاقي ضمان او اقول او لاقي شيء يثبت لي انه ما رح يصير شيء وكله حيكون تمام. فاذا انا لاني خايفة من هذا الشيء المجهول، فانا عم حاول عم انكش على اي شيء يعطيني ضمان بايدي انه لا ما حيصير شيء، لا ما رح تندمي، كله حيكون تمام. بس هون اكتشفت انه هذا الشيء اللي احنا بنعمله هو غلط. ليش؟ لانه ضمانك للشيء المجهول هو ثقتك بنفسك، بس مو الثقة بالنفس اللي بنحكي عليه دائما، انما اكيد كلياتنا يعني كل يوم بنعيشه هو يوم مجهول اكيد. فراجعوا حالكم، راجعوا حياتكم، رح تكتشفوا غالبا انه انتم مريتوا بكتير شغلات صعبة، ومريتوا بكتير شغلات انتم ما كنتوا متوقعين انها تصير، بس مريتوا تعاملتوا. ومو معناتها انه مرقت معناها انه كانت ايام حلوة، لا، صار انهيار، صار تعب، صار اكتئاب، صار حزن، بس مرقت تعاملنا. احنا صح بنخاف من المجهول، بس تعرفوا شو الحقيقة؟ انه وقت بنحط فيه نتعامل تلقائيا. فهذا اكبر ضمان واكبر ثقة يخليك ما تخاف من المجهول، لانه الحمد لله كل ما بتنحط فيه غالبا انت بتعرف تتعامل، غالبا بيمرق. ففعلا بيقولوا وقت انت تفكر او انت تحس انك انت عن جد خايف من المجهول، فبيقولوا لك شو تعمل؟ بيقولوا انه فكر شو اسوأ شيء ممكن يصير، يعني شو ما كان اسوأ شيء ممكن يصير فعادي، عم نتعلم، عم نجرب، ما مشكلة انا بالحياة عم بتعلم. شو ما فتت بأي تجربة فشل فأنا طالع متعلم. فما في شيء يعني أسوأ شيء ممكن يصير فهو إنك حتطلع متعلم، فما في شيء حيصير. يعني ليش هذا الخوف اللي عنا؟ فدايما اطلعوا. أنا فعلا قعدت راجع نفسي، قلت يا أخي فعلا أنا بهي السنة صار معي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أصلا ما كنت متوقعة أي شيء من اللي صار معي بهي السنة صار. وعادي، إيه، في فترات انهيار، في فترات قوة، بس كلها بتمرق. فبكفي خوف من المجهول. فمثل ما قلت لكم احنا ليش دائما بنكون عم ندور لضمان؟ لانه احنا بنكون عم ندور عن الامان والاستقرار. فاي شيء ما معروف هون بصير الخوف ينولد. ليش؟ لانه انت عم تطلع خارج دائرتك، نطلع برا الكومفورت زون. تمام؟ فلما بنيجي نقرر نطلع برا هاي الدائرة وناخد قرارات كبيرة، عقلك بيفكر انه هذا تهديد، فبيحميك عن طريق الخوف لحتى ما تعمل هاي الخطوة. فعلى فكرة الخوف من المجهول ممكن يحرمك من فرص عظيمة بحياتك. فليش نحرم حالنا ونقول ليش ما عم يزبط معي وما عندي حظ؟ ما في شيء اسمه عندك حظ وما عندك حظ، في شيء اسمه جرب وخوض تجاربك. فباختصار من جديد بلشت اتعلم هاي الشغلة، غير منظور انه انا خايفة يا الله شو رح يصير، رح اندم، رح يكون كلام مدري مين صح، لا يقوم يكون مدري مين عنده حق بهالموضوع. غيرت عقلي من هالنظرية لنظرية عادي إسراء، انتي عم تجربي، عم تتعلمي، فشو ما صار رح تطلعي خبرة وتجارب وتعلم. فانت بكل الحالات مانك خسران. اذا صار مثل ما يعني اذا صار شيء منيح فهو منيح، واذا صار شيء سيء فانت عم تتعلم وتجرب، فبالحالتين انت كسبان. فما في شيء بيخوف، ولا تحرموا حالكم من فرص. جربوا، بدها شوية جراءة. تمام؟ طول ما انتم عم تعملوا شيء غلط تجرؤوا وخذوا قرارات وخذوا خطوات بهالحياة، ما في شيء مستاهل. بس فخلينا نعتبر الخوف من المجهول هو صفحة بيضة انت رح تختار شو رح تكتب فيها. تمام؟ بس فشاركوني شو مثلا مرة صار معكم هيك مواقف، او كنتوا خايفين من قرارات مع ذلك اخذتوا خطوة واكتشفتوا بعدين انه منيح انه اخذنا هاي الخطوة، او مثلا مريتوا بتجارب سيئة بس كنتوا مبسوطين وانتوا طالعين منها لانكم تعلمتوا شغلات. فشاركوني بالتعليقات. بس والله باي.